عايزينك ترني على خطيبك وتقول ان انت رحت كشفتي واكتشفتي ان طلع عندك عقد. عايزين نشوف ردة فعله. خطيبي؟ خطيبك لا انا مش مخطوبه، انا متجوزه. طيب لو ما عندكيش اطفال ممكن برضه ما شاء الله 3 اولاد. طب ايه رأيك نختبر جوز حضرتك ونقول له مثلا ان انت دلوقتي هتنهي حياتك ونشوف ردة فعله. ماشي. نشوف ردة فعله. ماشي. ربنا يستر يا جماعة. يعني ان شاء الله يعني ايه، خير يعني. في ناس بتطلع ردة فعلها جميلة جدا، وفي ناس بيطلع ردة فعلها يعني مش عارف انت شوف. انت اصلا جاي لنا على على الجرح يعني. طيب طب نشوف. شايفك متوترة تقريبا أول مرة تظهري في برنامج. اه. الو. الو. ايه يا بابا فاضي؟ اه، حاجة ولا كنت عايزاك. ايه ده؟ آه، مش هتزعل مني يعني؟ اه، ربنا يستر. انا ايه؟ كنت انا عايزه اقول لك ان انا دلوقتي عايزه انهي حياتي ومش عايزه اروح تاني. ازاي يعني؟ عادي كده، مش عايزه ارجع تاني البيت وعايزه انهي حياتي دلوقتي عشان ارتاح. صحيح. ليه كده؟ اه يعني عايزه ارتاح. ايه؟ بقالنا 9 سنين اهو موال تاكل ايه يا ترى يا عايزة موت نفسي يا ساحر يا خشية اي حاجة من الحاجات دي. طب اعمل يعني ايه؟ يعني ما ده هو بقى، ما هو هو خلاص عايزه كفايه يعني كده. كفايه كده بقى. كفاية كده. اه ايه كفاية كده يا حبيبي؟ كفايه كده. انت استحملت كتير وزهقت كتير وخلاص يعني، ما انا مش طيب يا نافعه. قلبي، طيب يا حبيبي، ما انا معاك اهو، يعني مش انت بتمشيك ولا حاجة. انا معاك اهو. ايه المشكلة يعني؟ انا المشكله معاك اهو، وربنا معانا هو دايما بينجينا من كل مشكلة. ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ اللي حصل ان انا خلاص جبت اخري وانا مش نافعه يعني، انا ما عدتش نافعه عشان يعني يعني عايزاك معلش تترحم معلش، بس شويه من اهدي اللي اهدي انا كده فيه بس. انت والعيال. اهدي بس كده، طب قولي بقى، صلي على النبي. قولي بقى. عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي، في ايه؟ لا انا مش ايه اللي هرجع حصل تاني. يعني كل ده؟ يعني انت ماشية من هنا خلصت مشوارك الاول؟ اه انا خلصت. طيب امال ايه بقى؟ امال ايه قاعدة مستعجل بتعمل ايه؟ خلاص يا احمد بقى كفايه كفاية كده عشان خاطري. خلي بالك من العيال وانا كفاية كفاية. اهو. اهو ما- فين يعني؟ لسه نازله من فين فين؟ عند الدكتور من شويه. فين مكانك يعني دلوقتي؟ ليه يعني؟ ها؟ ليه؟ فين يعني؟ ما تقولي لي انت فين؟ ما في المنصوره. هم؟ في المنصوره. فين يعني في المنصورة؟ ليه يعني برضه؟ قولي لي بس انت فين؟ وبعد ما اقول لك انا فين. مالكيش دعوة بس انت قولي. يا احمد تاني انا خلاص. هجيب. ايه؟ هجيبك. لا ما تجيش، هو خلاص انا قررت ان هو خلاص انا خلاص قررت ان انا خلاص يا احمد يا ما عادش ينفع. لا اله الا الله. محمد هو رسول ايه اللي ما الله. عادش ينفع يا حبيبتي؟ ليه كده؟ ليه كده تعملي في نفسك كده ليه؟ عشان انا زهقت. هتعملي لهم اللي هم عايزينه كده ليه يعني؟ ليه يعني؟ عشان خاطر مين؟ عشان خاطر كنتوا. عشان خاطر عالم زمان بس. قولوا له مثلا هل انا وجودي مهم في حياتك؟ يعني هو انا معلش وجودي معلش. دلوقتي انا وجودي ايه في حياتك غير ان احنا دايما مشاكل وخناق وزعيق وانت استحملتني بما فيه الكفايه. يعني انا وجودي في حياتك ملوش اي لازمه. معلش مش مشكلة عادي. ايه؟ انا استحمل استحمل. مش انا شيء. يا عم بعد منه واحنا نعرف بعض يعني. يعني ليه حد غيرك ولا انت بتحبني؟ ما قلناش الا بعض. تعملي في نفسك كده عشان خاطر ايه؟ ولا عشان خاطر مين؟ ما فكرتش فيه؟ ما فكرتش في العيال؟ ايه؟ تقول ايه يا طبعا انت بابا؟ ما خدتش محمد معاك؟ لا ما خدتش حد. ما خدتش محمد معاك وسايبني؟ عادي بقى يا بابا. لا اله الا الله. خلاص. اقول له الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك احنا برنامج في الشارع، تمام؟ أيوة. واحنا بنوقف الناس، يعني بنختبر يعني الناس اللي موجودة عندهم في البيت وكده، فطلبنا منها نعمل مقلب، تمام؟ اه فهو المقلب بتاعنا اصلا عبارة عن ان احنا بنسأل الناس، بنقول لهم لو هم مخطوبين بنوقفهم ونقول لهم مثلا يتصلوا بخطيبهم ويقول لهم انها اكتشفت انها عندها عقم ومش بتخلف وكده، لكن انا اكتشفت ان هي متجوزة وربنا رزقها باطفال ما شاء الله، فطلبنا منها نعمل المقلب ده. ويعني ما شاء الله عليك، يعني ردة فعلك بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. مين حضرتك؟ أه؟ اسمك ايه؟ انا مذيع شارع، اسمي محمود صلاح. اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب، وشكرا ليك جدا يا رب. نعم. ايه بابا؟ ايه يا حبيبي؟ ايه كنت هتعمل ايه بقى؟ إيه؟ معلش. دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، يعني هو انا سمعت من كلامه انه بيقول 9 سنين وان في عشره ما بينكم يعني وما شاء الله، وانا سمعت ان انت بتحكي له عن مشاكل ورغم المشاكل وخلاص يعني، لا يعني في ايه طيب، وعايزين نعرف ايه ممكن ولا لا؟ اه طبعا ممكن. يمكن دي فرصة اصلا ان انا احذر ناس كتير من غلطات انا عملتها وبعاني منها بقالي سنين كتيرة قوي. من 9 سنين بالظبط. انا جوزي ده عارفة بقالي 11 سنة. ان شاء الله. اتخطبنا سنة ونص، واتجوزنا بقالنا يعني ايه 9 سنين بالظبط. بسم الله ما شاء الله. بعاني من مشكلة كبيرة قوي، يمكن ناس كتير بتعاني منها بقالي سنين. حياتي اتدمرت. خسرت حاجات كتير قوي قوي، كل حاجة أنا خسرتها تقريبا. ما عادش فاضل لي الحمد لله غير جوزي وعيالي، بس حياتي معاهم مهددة. ليه بقى؟ لأن أنا مثلا حد بيهددكم مثلا سكن او بيطلع؟ اتعمل لي أسحار لا حول ولا قوه الا بالله. من بعد جوازي بأسبوع، ليه طيب؟ يوم الأسبوع اللي هو بتاع الفرح. ليه؟ مين اللي يأذي انسان كده في فرحته؟ اللي بيأذي ناس كتير مؤذية، ناس كتير مريضة نفسيا. بيستكتروا على البني آدم اللي قدامهم ان هو يكون مبسوط، او ان الشخص ده قد ايه بيحبه، او هو بيحب الشخص ده ازاي. والضربة بقى ما بتجيش غير من اللي منك، اللي هو ايه اقرب حد ليك، حد انت عمرك ما كنت تتخيل ان هو ده اللي بيأذيك، الشخصية ديت ان هي دي اللي بتأذيك. لا. انا البداية كانت عايزينك تحكي ازاي انت عرفت ان هو معمول لك اسحار ومعمول لك الحاجات دي، ازاي اكتشفت ده؟ اكتشفت ده بعد جوازي ب3 شهور. انا بيتعمل لي من يوم الاسبوع بتاع فرحي بعد الفرح باسبوع، بس ما كنتش فاهمه. بدأنا في مشاكل كتيره انا وجوزي وخناقات، ويغمى عليا واقعد بالساعات مش عارفه حاجه في الدنيا. بشوف حاجات في شقتي اللي انا متجوزه فيها، بشوف حاجات كتيره مرعبه عشان اكره الشقه. وفعلا انا كرهتها. حصلت ان انا جبت دجالين، ما كنتش اعرف ان هم دجالين، لان انا كنت عايزه اتعالج من اللي انا فيه. كنت جايباهم على اساس ان هم شيوخ؟ شيوخ. واكتشفت ان هم اصلا دجالين. بعدين لما خربوا بيتي، ولما الدنيا باظت اكتر، ولما خسرت شقتي وخسرت اهل جوزي وخسرت حياتي كلها. كنت انا لسه ما معيش اولاد ولا حاجه، ولا كنت لسه حتى حامل. جبت شيخ. انا عايزه يعني الكلام ده قبل الخلفه وقبل كل حاجه؟ بدايه دي كانت بدايه بقى. جه قعدت 3 شهور في مشاكل. جوزي سافر. اتعمل له بوقف الحال ان هو ما يشتغلش، ما ينفعش ينزل. وفعلا حصل، وقعد شهر. كنت انا بعت شبكتي وبعت كل حاجه عشان هو يسافر. يا جماعه احنا بس محتاجين نركز في كلامها شويه، عشان الكلام ده ممكن يفيدنا كلنا، فمحتاجين نركز في الكلام شويه. كملي. البني ادمه ديت جت تسلم على جوزي قبل ما يسافر بيوم. ليه اصلا سبب المشاكل؟ سبب المشاكل بتاعتي بقالها سنين، اللي انا ما كنتش اعرف ان هي الا السنه دي. يعني بقالك 9 سنين ما تعرفيش غير الا السنه دي شهر. تمام.
المهم عملت له بوقف الحال، سافر ما كانش بيشتغل، نايم على طول الوقت، مش عارف هو نايم لين، ما فيش شغل ما فيش حاجه. حصلت مشاكل عنده كتير بره، ونزل بعد شهر واحد من السفر، بعد ما انا بعت شبكتي وحلقي وبعت كل حاجه عشان هو يسافر. نزل بعدها بشهر. من هنا بقى بدأت المشاكل مع حماتي واهل جوزي. احنا كنا علاقتنا كويسه قوي 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 مع بعض، وكنا واللي حصل ده جه خرب الدنيا كلها. جه بقى خلاص، بوظ الدنيا كلها، لان هي كانت عامله ان انا اشوف ان حماتي هي اللي بتعمل لي كده. يعني هي كانت هدفها خراب بيتي من الاول. فهي عملت ان انا اشوف حماتي وعمتي وسيلفي هم اللي بيعملوا فيا كده، وفعلا انا شفت كده، بس هي كانت من تخطيطها هي ومن عمايلها هي. جبنا دجالين، جبنا واحد على اساس ان هو شيخ. دي كانت البدايه، على اساس ان هو شيخ. يا جماعه انا مش عايزه حد يدخل اي حد. طب بص لهم هنا في الكاميرا وقول لهم انا مش عايزه اي حد يدخل اي حد بيته ويقول، او اي حد يقول ان انا شيخ يبقى هو شيخ. لا، خلوا بالكم، لان الناس ديت بجد بتخرب بيوت وبتأذي ناس. والراجل اللي جالي ده هو مات دلوقتي. الراجل اللي جالي ده هو اللي خرب الدنيا عندي، هو اللي قال لي حماتك وعمتك واخو جوزك هم اللي بيعملوا لك كل ده، وده ما حصلش، ده ما كانش حقيقه. هو كان بس غرضه ان هو عرف طرف خيط، فكان عايز يمشي عليه. يعني سمع ان احنا بنقول ان حماتي، فمشى على كده واكد لنا الكلام فعلا ان هي اللي عامله. خرب بيتي بعد كده. اتطردت من بيتي، وروني سيلفي طلع يتهجم عليا، وروني كده. وبرغم ان انا وهو كنا اكتر من الاخوات، وهي كانت عارفه كده. ما هو يا جماعه ما حدش يدخل اي حد بيته، وما حدش ما تحكيش اسرارك لاي حد. ما تحكوش اسراركم لحد، حتى اللي من دمك، حتى اللي منك اقرب الناس ليك. ما تقوليش ان حد اقرب حد، ان حد اقرب الناس ليك. ما حدش اقرب الناس لحد. اقرب الناس ليك دولت هم اللي بيدمروك، هم اللي بيستكتروا عليكم عيشتكم، هم اللي بيستكتروا عليكم فرحتكم، هم اللي بيستكتروا عليكم حبكم لبعض. انا عايز اقول لك، انت عايزه توضحي لي دلوقتي ان انت حياتك مأذيه بقالها 9 سنين. بقالي 9 سنين. بقالك 9 سنين مأذيه من السحر والاعمال. اتطردت من شقتي، طلعت سكنت 3 سكنات، ما ارتحتش في ولا واحد. دلوقتي الحمد لله الحاجات. لا، لحد هذا الساعة من 31/8/2015 لحد الشهر اللي احنا فيه، لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي انا واقفة معاك فيها دي، ما حدش وقف معايا. طبعا الموضوع بتاعي ده كان معروف ايام ما في البداية، كان معروف ان انا بيتعمل لي كده، وما حدش صدق الكلام ده، وقالوا ده ان انا بعمل حوارات وبعمل وبمثل، وعشان ان انا مش بحب اهل جوزي وكده. والناس طلعت كتير لان انا من الريف. يعني انت اصلا علاقتك بهم كانت جميله جدا. كانت حلوه قوي قوي. وعلاقتي باخو جوزي كانت اخويا الكبير. علاقتي باخت جوزي كانت اختي الكبيره. كنا بنحب بعض قوي لحد الحاجه دي وبوظت. جت بوظت كل حاجه. ليه؟ لان هي شافت الحب ده بعينيها، شافت قد ايه هما بيحبوني وانا بحبهم، بشكر فيهم، كل حاجه بينا وبين بعض بروح احكيها لها. فهي استكترت عليا كده. انا كان جوزي ده ايام ما كان خاطبني كان حبنا باين للدنيا كلها، هي ما حبتش كده. انا عايز اختم الحلقه دي بآية قرآنية بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. ربنا رايد لي ان انا يحصل لي كل ده. بالظبط. المشكله عندي ان الموضوع بقى كبير قوي وعدى الحدود ووصل لاولادي، يعني اللي هو انا مش عارفه اتعامل مع اولادي ولا مع جوزي، حياتي معاه مهدده. ما بنامش 24 ساعه في 24 ساعه، ما بنامش. ما بعرفش، مش عارفه اصلي، مش عارفه اقرا قران، مش عارفه اقرب من ربنا، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص بسببهم. هي دلوقتي حتى لسه مجدده لي لسه الشهر ده، يعني هي ما عندهاش رحمه ولا دين، ما فيش عندها رحمه ولا العمل بيتجدد او السحر بيتجدد؟ بيتجدد على طول، على طول بيتجدد. انا عايزه اعرف هي عايزه مني ايه، يعني هي بتعمل فيا كده ليه؟ انا عملت لها ايه؟ لو بتنتقم من الاهل، طب انا مالي؟ طب لو بتنتقم مني، تنتقم مني في ايه؟ يعني انا عملت فيها ايه عشان هي تنتقم مني مثلا؟ طب ذنب ولادي ايه؟ ذنب جوزي ايه؟ تحبي تقولي ايه للشخص اللي كان سبب في حياتك ده كلها انها تتدمر وكده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. تشوفه في عيالها، تشوفه في نفسها، تشوفه في صحتها هي وبنتها. وبنتها تشوفه في عيالها وتشوفه في نفسها، واعيش واشوف اللي هي عملته فيا بنفس ما هي عملت يتعمل فيها. انا عايزه بس عدل ربنا. تتمني ايه من ربنا ان هو يحققه لك السنه دي؟ اتمنى ان انا اخلص من اللي انا فيه. ادعوا لها يا جماعه بجد انها تخلص من اللي هي فيه، وان ربنا يعني ان هو كده ياخد بايدها يا رب كده، وان هو العلاقه تتحسن، وان الحاجه دي يا رب كده تنتهي من عندها، ويا رب خير ان شاء الله. يا رب. انا عايزة كل الناس تدعي لي، كل اللي بيشوفني يدعي لي ان ربنا يفك الضيقه اللي انا فيها، ويكون اخر سنه السنه دي، لان يا رب. هي 31/8 السنه دي هتكون 9 سنين مقفوله في العذاب ده. خلاص يا جماعه، هي بتطلب منكم طلب بسيط جدا، ان انتوا تدعوا لها وانها يعني تخلص من اللي هي فيه. ده اقل حاجه، ان انتوا تدعوا لها بصلاح الحال بس.